يا مساء الخير ويا هلا وغلا بالجميع. شلونكم حبايبي؟ شو اخباركم؟ طمنونا عنكم. كيف رمضان معكم؟ والله رمضان اهون منه ما فيه، بس يا ربي الله يهون على اهلنا بغزة ان شاء الله ويفرج عليهم. فكان الصراحة عزيمة عند عمامي، يعني اهل زوجي، فكلنا مشتركين بالتجهيزات وعلمكم يعني. فتقريبا جهزنا الكوبا، جهزنا التمر ما شاء الله. وبالنسبة للحلويات قدمنا قطايف. القطايف كانت عصافير صغيرة، فحطيت كل اثنين على هيك على بعضهن وحشيتهن بالكيس الحلواني. حسيت هيك ياخذن حشوة أكثر يعني. والصراحة حمرتهن تحمير، بس دهنتهن بشوية سمنة بلدي لأنه السمنة تعطيه نكهة زاكية. وبعدين حمرناه وحطينا القطر. وهان ما شاء الله غرفة القعدة زي ما انتم شايفين، وحضرنا الأعشاب. وطبعا الأكل كان مطبوخ عند طباخ، فإحنا بس زبطنا الكبة، حطينا عزدور هيج وزبطناها. وبعدين ما شاء الله سخنا اللبن ساخن، بس تعرفوا كم الصايم يحب يكون ساخن أكثر. وصبينا العصير هان قدمناه بعد مع المنسف. حبيبتي ألوفة وبنت خالته فيها مكيفاهن يلعبن ما شاء الله. الله يحفظ عيالكم يا رب. وسويت بعد هريسة. بالنسبة للهريسة أنا سويت ما شاء الله كمية كبيرة، بس فوق راح أكتب لكم المقدار للصينية الصغيرة، لأني سويت تقريبا الكمية هذه ضعف 4 مرات. فقلت أكتب لكم طريقتي بالهريسة. عبارة عن كوبين من السميد، كوب لبن رايب طبعا غنم أو معز أو بقر موجود عندك، كوب سكر، ونص كوب قطر، ربع كوب سمنة بلدية ذوبية، وبعد نص معلقة صغيرة فانيلا، ونص معلقة صغيرة بيكنج باودر، وربع معلقة من الكربونة. أنا الصراحة أحط هالمكونات كلهن مع بعضهن، أعجنهن، وأحب أخليه ليلة كاملة ترتاح. إذا الجو ساخن أحطه بالثلاجة، أما إذا الجو بارد لا عادي أغطيه بس مزبوط غلفة وأحطه بالفرن وأترك لثاني يوم. هيج تفتح حبات السميد ما شاء الله وتعطيش نتيجة غير شكل. والقطر طبعا وش تسوين يكون ساخن. ثاني يوم هان جهزت الصينية زي ما انتم شايفينها ما شاء الله، أكبر صينية موجودة عندي، وحطيت به طحينية كثير ساكنة كنت طحينية حسب تحت الهريسة، أو حطي سمن بلدي حسب يعني أنتي ما تحبين. دهنت زي هيك وزبطتها، وبعدين بلشت أحط الهريسة كل العجينة كاملة. بالنسبة للتزيين أنا الصراحة نوعت يعني، حطيت جوز، حطيت فستق حلبي، وحطيت بعد لوز، يعني هيش تنويع. فبعد ما حطيت العجينة زبطتها بإيدي، بس بليت إيدي بشوية مية عشان تطلع من فوق ناعمة، لما نجي الحمرة ما تكون مشققة وتكون هيش بهجقوق. وبعدين جبت ورق مقوى تعرفونه، وقصيته على شكل عيدان صغيرة، وبلشت أرتبه قلت عشان يطلع كله هيك كل قطعة يعني مثل ما يقولون أخت الثانية. وبلشت أحط جوز، أحط فستق حلبي، وأحط لوز، هيك حسيتها تكون مرتبة. طبعا بعد ما أحط المكسرات أجي أشيل الورق هذا وأرجع إذا مخربة شيء أرجع إيش بإيدي شوي شوي أضبطها تظبيط. وبعدين مباشرة على الفرن على درجة حرارة 180. الصينية هذه كبيرة فأخذت تقريبا 40 دقيقة، ممكن أكثر أو أقل حسب فرنك. والقطر لازم يكون ساخن كثير يمغلي يعني، بس أنا هان حطيت نتفة سمنة فوقيه هيش قبل ما حطيتها بالفرن بعد تعطيها نكهة زاكية. بالنسبة للقطر كوبين من السكر، الكمية الصغيرة اللي قلت لكم عنه، كوبين من المية مع عصرة ليمون، وخليهن يغلن على الغاز. طبعا تسوينا بنص الوقت، يعني نص الوقت الفرن تسوين عشان القطر يظل ساخن بدل ما تطفين وتشغلينه زي هيك. وبعدين ما شاء الله بعد ما تتحمر على الجوانب عندنا الهريسة تنقطع بالسكين، لا تقطعينها قبل ولا بعد، هذه أحسن طريقة للتقطيع. أنا هان حطيت كم عود قرفة زي ما انتم شايفين، بس بعدين صفيتهن يعني ما خليتهن. هان ما شاء الله تحمرت على الجوانب، قطعتها ورجعت حمرته وصبيت عليه القطر وهو ساخن، وقطعته وحطيتها هان مع العوامة وزبطتها. تقريبا هذا كان يومنا البسيط. وانتم مش رايكم؟ خلصتوا مع زايم ولا لا؟ اكتبوا لنا بالتعليقات. يعطيكم العافية حبايب.